والصلاة والسلام على نبينا محمد. الأخ محمد كافي شراف رئيس المؤتمر الثاني عشر في الجامعة الوطنية تيز والمغرب. الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. الإخوة والأخوات المنتمين. في البداية وباسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر نتقدم بجزيل شكرنا للحضور الكريم على تكبده مشاق السفر وتضحيته بالجهد والوقت. وهذه عن اقتناع تام وجماعي بانتماء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبر الانخراط بالجامعه الوطنيه للتيز والنقل، والتي كانت تاريخيا الممثل الشرعي والمدافع الاول عن قضايا وهموم كل الفئات داخل هذا القطاع منذ كان يسمى قطاع الاشغال العموميه. وهذا يرجع بدرجه كبيره الى كون موظفي التيز والنقل كانوا ولا يزالوا على المام تام بكل الملفات واطلاع شامل على جميع القضايا والمستجدات التي تهم الواقع الاجتماعي والاداري وحتى السياسي. اخواتي اخواني، نجد انفسنا اليوم امام محطه اخرى لاعاده قراءه الملف المطلبي الذي كان دوما يلامسه وعن قرب المعيشه اليومي للموظفين. كما نعتبر مؤتمرنا هذا فرصه اخرى لتجديد تعاقد نضالي يقتضي شحذ كل الطاقات لمواجهه العديد من التراجعات عن بعض الحقوق المكتسبه سواء على المستوى القطاعي او على المستوى العام. ومناسبه لدخل دماء جديده في شرايين الجامعه عبر اشراك اطر نقابيه ملمه ومطلعه على القضايا والملفات التي تهم الفئات التي ينتمون اليها، ومتتبعه لتطورات المستجدات، اطر ملتزمه بالخط النضالي للاتحاد العام والهادف الى تقسيم الظروف الاجتماعيه والماديه لعموم شغيله القطاع، وقادرة على رفع التحدي ومواجهة الكثير من التراجعات التي يعرفها قطاع التجهيز والنقل، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بمؤسسة الأعمال الاجتماعية والنقوص التي عرفته بعض الخدمات المقدمة للمنخرطين، وكذا على المستوى الأداء الحكومي الذي أجاز على العديد من المنتسبات وأوصل ذات الحوار عبر التجاهل التام في تسجيل اتفاق 26 ابريل 2011 وإشهار ورقة الاقتطاع بالأجور لإيقاف كل حراك اجتماعي بمبرر الأجر مقابل العمل استنادا على المواثيق الدولية التي لم يصادق عليها المغرب بعد. أخواتي إخواني، إن اختيارنا النهج التشاركي في التعاطي مع الفعل النقابي الجاد والمسلم نابع من قناعة ثابتة وراسخة بقدرة الجامعة الوطنية على المساهمة الفعالة في التدبير اليومي للإدارة وتقويم أي اختلال أو انفلات عبر النقد الإيجابي والمثمر والرامي إلى تطوير أداء خدمة الإدارة والوطن بصفة عامة. وهذا يرجع بالأساس لاعتقادنا الجازم في أن الأطر النقابية المنتمية لجامعتنا لها من الكفاءة والقدرة على التسيير والتدبير اليومي، كما لها من التجارب والتراكمات ما يؤهلها لصفقة على التنظير والتوجيه والانتقاد، فنحن على ثقة تامة في قدرتها على تقليد المسؤولية كيفما كان حجمها. إخواني أخواتي، نتمنى النجاح للمؤتمر هذا والتوفيق والسداد للمكتب القادم في خدمة مناضلين ومنخرطين الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. حضرات الإخوة والأخوات، شرف كبير جدا أن أكون معكم أنا وثلة من أصدقائي وثلة من إخواني في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نكون جميعا معكم اليوم في هذا المؤتمر الذي نتمنى له طبعا أن يكلل بالنجاح الكامل. وللمناسبة فإنني أنقل لكم التحيات الكبرى العميقة والتمنيات على بعد مسافة قليلة بحول الله من عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وتعلمون أيضا أننا على بعد خطوات قليلة جدا من إحياء الذكرى 63 لإنشاء منظمتكم جميعا الاتحاد العام الشغالين بالمغرب 20 مارس 60 20 مارس 13 63 سنة. هذا يفرض علينا وقفة تأملية، يفرض علينا وقفة حسابية مع أنفسنا، لا سيما وأن قطاع الأشغال العمومية هو قطاع رافق مسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ الإنشاء. هو والتعليم، قطاع التعليم رافق، والسكك الحديدية كذلك. هذه قطاعات ثلاثة رافقت مسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لذلك يجب أن تكون لنا وقفة حسابية مع أنفسنا ومع ما حققنا ومع ما الأمور التي لم نحقق. نعم، هنالك أمور يعني نحن كنا السبب فيها، ولكن هنالك أمور أخرى أيضا لم نكن نحن السبب. لذلك فلتكن هذه المناسبة مناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر مناسبة سانحة لنا جميعا بأن نحاسب أنفسنا وبأن نعول على العمل وفق مخططات وفق برامج عملية فاعلة نافذة. لماذا؟ لأنه لا ينقصنا فكر، لا ينقصنا تنظير، لا تنقصنا عزائم، لا تنقصنا لوجستيك، لا ينقصنا شيء إلا أن نشحذ هممنا أكثر فأكثر فنكون أولئك المناضلين الملتزمين كما جاء شعارنا جميعا لهذا المؤتمر: تحدي مسؤولية التزام. طيب، تعلمون أيضا أيها الأخوات وأيها الإخوة أننا نعقد هذا المؤتمر في ظل وضع اجتماعي مأزوم، وفي ظل وضع مالي واقتصادي مأزوم كذلك. لماذا؟ بعد عشرات من السنوات من استقلال المغرب ولم تمر مدة طويلة على إحيائنا الذكرى إصدار وثيقة المطالبة بالاستقلال، ونحن ما زلنا كذلك، ما زلنا لا أقول على في نفس المستوى، ولكن ما زلنا بين قوسين لم نحقق ما الذي هو مكتوب في هذه الوثيقة، ألا وهو تحرير الإنسان. الوثيقة جاءت في بندين أساسيين: التحرير السياسي للبلاد للأرض ليكون معبرا لتحرير الإنسان. إذا نحن نعيش ونعقد هذه المؤتمرات وكل المؤتمرات الأخرى التي عقدت والتي ستعقد لاحقا بحول الله في ظل جو مشحون بالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. قلت لماذا؟ لسبب واحد فقط: لا يزال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يسعى مناضلا مكافحا من أجل إحقاقه ومن أجل توفير شروطه النفسية والمعنوية والمادية من أجل أن يكون محققا، ألا وهو استصدار الإرادة السياسية. كل إصلاح هو مرهون ومرتبط بشيء اسمه الإصلاح، شيء اسمه الإرادة السياسية التي يجب أن تصدر عن الحكومة. إلى حد الساعة لم يصدر عن الحكومة قرار سياسي، إرادة سياسية تسعى فعلا من أجل الإصلاح. كل ما هنالك أن هنالك شكايات، كل ما هنالك أن هنالك إبداء أو عرضا بالوضعية الاقتصادية المتأزمة. نعم، هي متأزمة، ولكن متأزمة بمفعول من؟ وبمفعول ماذا؟ بمفعول السياسة اللاشعبية الاجتماعية الاقتصادية اللاعبية التي نهجتها الحكومة إلى حد الساعة في العالم إجماع. هنالك نظريتان اقتصاديتان تسعيان إلى الخروج من التخلف إصدار الوصول إلى التنمية.
نظريتان اثنتان لا تتناول وهما متعاقبتان منذ أواسط السنوات الأربعينية، منذ انتهت الحرب الكونية الثانية. إما أن تتدخل الدولة الحكومة في المشاريع الاجتماعية، في المشاريع الاقتصادية، في المشاريع التنموية إجمالا بالدعم اللازم، وهذا هو الذي يسمى الدولة المانحة. لماذا؟ لأن الدولة لما تأخذ وسائل الإنتاج، أدوات الإنتاج، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتدعم هذه الوسائل الإنتاجية بكل ما تحتاج إليه من دعم تقويمي مالي وإرشادي. ماذا تحقق من وراء ذلك؟ تحقق من وراء ذلك منتوجية أكثر، وهذه المنتوجية لمن يجب أن تذهب أولا وقبل كل شيء؟ للمستحقين المستهلكين الوطنيين أولا، للكونسوماتور نفسهم. بماذا تتحقق هذه؟ تتحقق بشيء اسمه القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، بمعنى أن كلفة التنمية كيف تكون؟ لأن لكل تنمية كلفة. التنمية لا كرواسانس أسون بري خصها تخلص. باش يتخلص؟ بالأجور الكافية، لأن الأجور الكافية تساعدك على الاستهلاك. الاستهلاك يساعد المؤسسات الإنتاجية على الإنتاج، ولذلك تكون هنالك يعني علاقة جدلية ما بين الإنتاج والاستهلاك. ولما أقول الاستهلاك لا أعني فقط الخبز والماء والبيتان والزيت والمازوت وكذا، لا، أعني أيضا الخدمات الاجتماعية في كل أبعادها. وحينما أتحدث عن الخدمات الاجتماعية أبدأها من الصحة وأنتهي بها إلى شاطئ الأعمال الاجتماعية، الترفيه والكوانج وكذا إلى آخره، التي يجب على كل مؤسسة وكل قطاع أن يوفر هذه الأمور لأصحابه الذين ولصاحبته الذي يشتغلن معه. التنمية هذا الذي يسمى في النظرية الاقتصادية كما قلت لكم التنمية المقطوعة بالأجور، بالقدرة الشرائية. هناك النظرية الثانية الأخرى، اسمحوا لي أنا لا أنظر، ولكن أقول لكم عيب هذه الحكومة في انتهاجها لهذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية. النظرية الثانية هي أن تقفل عليك الباب كما فعلت الصين وكما فعلت الهند، ولكن مقابل هذا ماذا صنعت؟ رخصت الأمور، نقصت من الأثمان وتوجهت كلها كلية إلى التصدير. نعم هناك الأجور قليلة، ولكن طبيعة العيش، طبيعة الحياة لهذه الناس، لا الصينيين ولا الهنديين ولا واحد العدد ديال الناس الذين نهجوا هذا النهج، هي طبيعة بسيطة. ولكن مقابل ذلك هذا الناس لما سدوا الباب عليهم لم يكتفوا بهذا، إنما نقصوا تكاليف الحياة، فأصبح ذاك الأجر اللي كيأخذ ذاك العامل ولا ذاك العاملة كافيا له بأن يعيش، والفائض كله لو سيرفي لا بريفالي كلها مشات للتصدير. هذا الذي جعل الصين وجعل الهند عندها واحد المخزون مالي للعملة الصعبة ربما أكثر من الأمريكان. باختصار احنا شنو درنا من هادشي؟ لا نحن من هؤلاء ولا نحن من هؤلاء، نحن ما زلنا نبني اقتصادنا ونبني ميزانيتنا على التساقطات المطارية. إذا جاد الله جل عمر الحمد لله، ولكن التساقطات المطارية ما كتبنيش اقتصاد، ما كتصورش اقتصاد، خاصة وأنك ما جعلتش من سياستك شي حاجة سميتها توفير الاكتفاء الذاتي. انت باني على التصدير، باني على كذا، ولكنك تخلف المئة مع التصدير بإخلافك لنهج سياسة عملية. المقاولات لا الكبرى ولا المتوسطة ولا الصغرى كلها تشكو. النظام الضريبي أنتم تعلمونه لا في الأجور ولا في غير الأجور، ولذلك الاتحاد العام الشمالي للمغرب
ينادي باستصلاح لهذه المنظومة الضريبية استصلاحا جذريا، استصلاح جذري فيما يتعلق بالأجور. لا تتحرك، صحيح تحركت في أيام الحكومة الماضية، ولكنها كانت كلفة لشيء اسمه الأمن الاجتماعي، صحيح. ولكن هل وصلنا السقف بالنسبة أو انطلاقا من تلك الزيادات التي زيدت في سنة 11؟ ما وصلناش السقف، بدليل على أنه إذا وقعت زيادة نسبتها كذا، وقعت زيادات في العقار وفي واحد العدد من الأمور، يعني امتصت وأكلت وابتلعت كل تلك الزيادات التي زيدت. كيف غادي نديرو إذا ما كانش ما خديناش سياسة اقتصادية مقطورة بالأجور أو صبينا علينا ونقصنا المعيشة؟ في هذه الحالة هذه شنو كيوقع؟ آخر المطاف أنه فوائد التنمية وفائدة التنمية لا تسير إلى المواطنين والمواطنات الضعفاء، وإنما تسير للأبناء. لأنك حينما تذهب إلى المستشفى، حينما تذهب إلى الرمل، حينما تذهب إلى استصلاح نفسك وجسمك وجسدك، وتجد أثمن الأدوية غاليا، وتجد أثمن الكشف غالية، وتجد كل شيء غاليا، ماذا تصنع؟ إذا كانت لك إذا كان عندك شيء من الفائض الأجري، كتمشي عند واحد لاسيورونس وكدير معها واحد لاسيورونس ديال الصحة، بمعنى أن فلوسك باش تداوي نفسك اليوم وغدا وبعد غدا، شكون تيستافد منه؟ التأمين. معنى التأمين الأبناء، معنى الأبناء رأس المال. إذا فين هي هذه الفائدة أو الفوائد أو نتائج الفوائد المالية والاقتصادية التي تحصلها البلاد إذا لم تكن فائدتها موجهة للمواطنين والمواطنات؟ هذا الذي يقوله الاتحاد العام الشغالي المغربي. الاتحاد العام الشغالي المغربي نحن مجتمعون فيه، نحن أبناؤه، نحن بناته، نحن مؤسسوه، نحن إلى آخره، أنتم جميعا مش احنا قلنا. ذلك كل واحد منا وكل واحدة منا يجب أن تطرح السؤال على نفسها: ماذا أصنع أنا في الاتحاد العام، وماذا يصنع الاتحاد العام الشغالي المغربي؟ كيدير هذا كيدير، ولا يصدر عن مطالب خبزية فقط شأن من يفعل، لا، وإنما يقرن المطالب بالنهج السياسي وبالنظريات السياسية وبالنظريات الاقتصادية. وهذا هو السر في أنه يتوفر على مجموعة من الخبراء، يتوفر على مجموعة من الآراء. كلما جد جديد وكلما جد ملف من هذه الملفات إلا ويعرض على هذه الخبرات العلمية لتبدي رأيها فيه، وعلى ذلك الرأي وعلى ذلك النهج والاستباء يصير الاتحاد العام الشغالي المغربي. الاتحاد العام الشغالي المغربي إلى حد الساعة يقاتل، يناضل، يكافح بقيادة الكاتب العام عامر شباب على أمور متعددة قريبة لقلوبنا وقلوب أبنائنا. على رأسها شيء حاجة سميتها القدرة الشرائية. ماشي القدرة الشرائية يعني مزايدة على الحكومة أو تعجيزا للحكومة، وهو يعلم أن صناديق الحكومة فارغة أو تكاد تكون فارغة، وهو يعلم أن صناديق التقاعد يعني منها ما هو على وشك الإفلاس في هذه السنة، في نهاية هذه السنة. سميتو هذا ديال لا صيانة لا كيس ماروكان ديال الريتريت هذا العام نهاية 13 غادي يبدا ياكل من المدخرات ديالو، ماشي غادي يفلس، لي زاموار ديالو آخر السنة غادي ياكل منها. إذا لم يقع الإنقاذ إلى من 2019 باي باي. لذلك الاتحاد العام الشغالي المغربي يدق قويا، بل يدق عنيفا ناقص الخطر. أنا سيدي ندرسو هاد الضرائب اللي كتجحف الناس، هاد الأراضي، كلفة الأراضي، كلفة التجهيز، كلفة شكون اللي كيستافد من هذا الشيء؟ فين هي الأجور المباشرة؟ إذا لم تحدد سياسة في الأجور
في الأجور، عفوا في الأجور المباشرة، فعلى الأقل يجب أن تحددها في الأجور غير المباشرة. ما هي الأجور غير المباشرة؟ السكن مثلا، الصحة، الاستشفاء، العطل. لما كتمشي تشري الدار كتلقى لك مشاكل. الاتحاد الأنباء شنو قال؟ قال لا بد في كل ميزانية من ميزانية الدولة سنويا أن يؤخذ مليار ديال الدرهم. هذا المليار ديال الدرهم لماذا يرصد؟ يرصد لذاك الدور الاقتصادية. الناس اللي كيجيو يشريو الدور الاقتصادية ديالهم وما كيجدوش داك السلفة التسبيقية، تعطاهم داك السلفة التسبيقية إما 0% دانتيري وإما بواحد النسبة بسيطة جدا، ضئيلة جدا، يعني غير رمزية. ما دارش هذا الشيء. الاتحاد العام الشغالين بالمغرب يدق هذه الأبواب يعني بعنف. يقول لك سيدي هاد كل ميزانية كتستدعينا الدولة، كتستدعينا الحكومة ماشي الدولة. كل سنة في سبتمبر أجي نذكروا ها مؤسسة الحوار، حنا كنطبقوا مؤسسة الحوار. من بعد ياش؟ من بعد ما كتكون الملف المطلب، عفوا من بعد ما كيكون المشروع قانون المالية مشى الميزانية، مشى للبرلمان. لا سيدي، حنا دايرين ومتفقين عليه وموقعين عليه أن كل سنة يقتطع غلاف المالي من الميزانية العامة للبلاد يذهب للزيادة في الأجور. كل هذا دعما لشيء اسمه الأجور. ذاك لا كوريلاسيون عقل الحكومة ما بين الأجور المرتفعة وما بين الاستهلاك وبالتالي الإنتاج وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي مازال ما حصلش. هذا المشكل اللي كاين. إذا نتيجة كونه غير حاصل شنو دار؟ الاختناق في البلاد، الاختناق في البطاله يوميا. كتشوفوا اللي كيكون العصا واللي ما كيكونش العصا واللي كذا الى اخره، علما بانه واحد المليار ديال الدرهم ايضا تم التوقيع عليه وتم الاتفاق بشأن طبعا وبالتالي التوقيع عليه ان يرصد لتكوين هؤلاء الطلبه، هؤلاء الخريجين العاطلين، تكوينهم سنه واعطائهم منحه ديال 2000 درهم قصد تكوينهم لولوج سوق الشغل. ما كاينش حتى هو. إذا هادشي كله شنو تيزيد يدير؟ تيزيد يخلق الاختناق، تيزيد يخلق واحد الأزمة. هاد الأزمة واش معناها؟ أنها الباب مسدود؟ واش معناها أنها نهاية التاريخ؟ ما بقاش فان ديسواغ، ما كاينش نهاية التاريخ. واش كاين طريق أخرى؟ كاين طريق أخرى. هي الطريق ديال الجلوس والإنصات وبالتالي المناقشة العميقة المجردة عن كل هوى. وأكرر، المجردة عن كل هوى. أنا كنتمي لكذا أو أنا كنتمي لكذا، أنا كنتمي للأمة المغربية موظفين وموظفات، عاملين وعاملات. هذه المهمة التي جئت من أجلها، ماشي أنا، التي جاءت من أجلها هذه الحكومة وتم التصويت عليها، وبالتالي أخذت بين مزدوجتين ثقة المواطنين والمواطنات. هذه الثقة التي هي خابت الآن، خابت، لكن تبقاش. ولذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بمعنى أنه في السنة 90 وقبيل 90 وبعيد 90 إلى سنوات 96 ما الذي حرك عجلة التاريخ؟ العمل النخابي والنضال والكفاح النخابي هو الذي حرك عجلة التشريع، فجاء بكل تلك المكاسب التي جاء بها العمل النخابي. تعلمون أن تعديلين اثنين متواليين طرأ على الدستور المغربي من 91 إلى ما بين 92 و 96. جوج المرات الدستور المغربي تعدل، حكومة التناوب، الكتلة الوطنية إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. في الوقت اللي أنه في 90 و 89 ما كان شي واحد، وسمحوا لي على واحد التعبير شوية ماشي هو هذاك، اللي عنده الكوراج ولا عنده القوة باش يقول لا، ما كانش، ما بقاش. حتى جا العمل النخابي. سمعت مؤخرا أن الاتحاد العام الشغالي بالمغرب كان له لقاء
مع حزب سياسي وهو الاتحاد الاشتراكي في هذا الشأن دار الحوار، على هذا الموضوع دار الحوار، وهو ضرورة ملازمة وتلازم النضال النقابي، وأقول النضال النقابي أولا مع النضال السياسي من أجل إصلاح الأوضاع وإرجاع الأوضاع إلى السكة التي يجب أن تكون عليها. هذا هو الضرورة، وهذا هو محتوى الشعور، عفوا الشعار الذي اخترتموه، التزام، الالتزام، تحدي ومسؤولية. كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا مسؤول الإخوان والأخوات. أنا لا أشتغل داخل الجامعة هذه أو داخل الجامعة التي أنتمي إليها أو النقابة التي أنتمي إليها، لا أكون جديرا بهذه المسؤولية. لماذا؟ لأنه يجب أن أسعى لكي تكون نقابتي وجامعتي أول نقابة، أقوى نقابة، لأنه كلما اكتسبت قوة إلا واستطعت أن تفرض رأيك، ليس رأيك بشكل أناني، ولكن رأيك الموضوعي، رأيك الموضوعي الذي يراعي مصالح الناس. هذا هو دورنا نحن جميعا. يقول لك صدقوا ولا فرقوا، نحن معنيون جميعا، نحن لا نملي، ولكن هذه مسؤوليتنا وهذه الطريق هي التي اخترنا. إذا يجب علينا جميعا أن نكون في مستوى سلوك هذه الطريق حتى نصل جميعا إلى المبتغى. شنو هو المبتغى؟ هو أن يبقى هذا البلد سالما سليما، وأن يكون المواطن وأن تكون المواطنة فيه كتعيش لا سيتويانتي ديالها في جميع أبعادها المادية والاقتصادية والمالية والمعنوية والنفسية إلى آخره، وفي ذاتها وفي كذا. إذا لم يكن ذلك فلا يمكن أن يكون هنالك التزام بين المواطن والوطن، وإذا لم يكن هنالك التزام بين المواطن والوطن كان الشرخ، والشرخ هو طريق غير محمودة العواقب. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخ كافي الشراط على هذا العرض القيم. العمل النقابي التزام، تحدي ومسؤولية. التزام بالاستمرار في حمل مشعل النضال، تحدي لواقع الحال الذي تعيشه الطبقة الشهيدة اليوم، مسؤولية أمام وتجاه كل الذين وضعوا ثقتهم فينا. أخواتي إخواني، إن مؤتمرنا هذا ينعقد في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي لا يبشر بالخير، بل ويرسم لنا لوحة سوداء قاتمة لمستقبل يعلمه طه. فالأداء الحكومي يتميز بالبطء إن لم نقل الضعف والشلل، لا يساير تطلعات الشعب المغربي التي كانت له انتظارات كبيرة من هذه الحكومة، بالنظر إلى البرامج والشعارات التي رفعتها جل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، حيث تحولت آمال المغاربة في تحسين العيش والاستجابة للمطالب إلى إحباط وخيبة أمل. من الناحية الاقتصادية نسجل استمرارا في انخفاض معدل النمو، تدني في القطعة الشرائية، ارتفاع للأسعار، ارتفاع نسبة البطالة، عدم قدرة المواطن على توفير الحاجيات الأساسية. على الصعيد الاجتماعي هناك شبه غياب للحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة في شخص الحزب الأغلبي في اتخاذ القرارات والترويج إليها في إطار حزبي، مع تغييب كلي للفرقاء الاجتماعيين واللجوء
إلى قمع الاحتجاجات والتظاهرات والاقتطاع من أجور المضربين. أما على الصعيد القطاعي فينعقد المؤتمر في وقت جد حساس، وقت أصبحت فيه الوزارة والمسؤولين داخلها ينفردون باتخاذ القرار، يسعون بكل الوسائل إلى إضعاف وتهميش العمل النقابي، وذلك عبر تجميع الحوار داخل القطاع. إذ يسجل أنه منذ الاجتماع مع السيد الوزير في فبراير 2012 وتقديمنا لجدولة زمنية للاجتماعات استجابا لطلب الوزارة توقفت الاجتماعات مع كل المديريات المركزية مع عدم الرد على كل المراسلات ذات الطابع الاستعجابي والتي تهم ملفات خطيرة كما هو الشأن بالنسبة لملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية. كل هذه المعطيات التي تم التطرق إليها كانت وراء اختيارنا لشعار العمل النقابي التزام، تحدي ومسؤولية. وذلك إيمانا منا بأن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، وسنكون لا محالة رؤوسا ضد الحرب، أي أن المرحلة المقبلة ستتطلب منا تضحيات كبيرة وجسيمة. أخواتي إخواني، منذ المؤتمر 11 2007 وضعت الجامعة برنامج عملي لتحقيق أهداف مسطرة. ارتكز هذا البرنامج على 3 محاور: الإعداد لاستحقاقات 2009، إعادة هيكلة الجامعة، الحوار القطاعي. بالنسبة لاستحقاقات 2009 وسأتكلم باختصار، فمنذ انتهاء أشغال المؤتمر 11 بدأ التفكير في الإعداد لطريقة عمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتواصل مع جل المكاتب المحلية والعمل على تجديد بعض الفروع وتأسيس مكاتب جديدة في بعض الأقاليم التي لم تكن لنا فيها تمثيلية، مع وضع جدولة زمنية لزيارة بعض المكاتب المحلية من طرف الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي. كل هذه المبادرات وبفضل المجهودات التي بذلت من طرف كل المناضلين لا داخل المكتب التنفيذي للجامعة ولا من طرف المكاتب المحلية أعطت ثمارها، حيث حصلت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل على المرتبة الأولى بنسبة جد عالية، رغم ما تم تسجيله من خروقات وتدخل واضح وسافر للإدارة، خصوصا على الصعيد المركزي، حيث كان الهدف واضحا ألا وهو إضعاف جامعتنا، لكن التعبئة كانت شاملة، واستطعنا والحمد لله الحصول على مقاعد في جهات تم اختراقها لأول مرة كوجدة ومكناس على سبيل المثال لا الحصر. كذلك نشير إلى أن الجامعة حصلت على تمثيلية في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وذلك لأول مرة في تاريخها. كل هذه النتائج كانت حافزا قويا لإنجاح المرحلة الثانية، مرحلة إعادة الهيكلة. وقد كانت جامعتنا سباقة إلى إحداث مكاتب جهوية وفق المنظور والتصور الجديد للجهوية الموسعة، حيث تم تأسيس المكتب الجهوي لجهة طنجة طوال، المكتب الجهوي لجهة فاس الناس، والمكتب الجهوي لجهة بني ميلاد أصيلة.
وفي إطار إعطاء ديناميكية للعمل داخل جامعتنا، وكذلك تحمل المسؤولية من طرف ممثلي كل الفئات. بادرت الجامعة إلى تأسيس نقابات فئوية وطنية، حيث تم تأسيس النقابة الوطنية للتقنيين. بعدها مباشرة تم تأسيس النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين، وكانت هذه سابقة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. كما تم تشكيل لجنة تحضيرية خاصة بالنقابة الوطنية للمهندسين، والتي تم استقبال أعضائها من طرف الأخ حميد شباب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي ستعقد مؤتمرها قريبا إن شاء الله. كما أغتنم هذه الفرصة لأنوه وأشيد بالاجتماع الأول الذي عقدته النقابة الوطنية للمساعدين الإداريين والتقنيين بمدينة الظلال، والذي عرف حضورا متميزا لكافة أعضاء هذه النقابة، والذي كما تمت الإشادة بهذه المبادرة من طرف جل السلطات المحلية بالإقليم، حيث كانت سابقة بإقليم الظلال. فيما يخص الحوار القطاعي، قامت الجامعة بعقد سلسلة من اللقاءات مع المديريات المركزية توجه لتحقيق العديد من المطالب رغم الإكراهات التي كانت تواجهنا. ولم يقتصر عملنا على الصعيد المركزي، بل إن الجامعة والمسؤولين عن الجهات تدخلوا في عدد من الملفات الجهوية والإقليمية، وتم تحقيق نتائج جد مهمة في هذا الصدد. ومع تنسيق الوفد الجديد داخل القطاع، بادرت الجامعة إلى إعداد ملف مطلبي شامل تمت مناقشته في اجتماع 16 فبراير 2012 مع وزير التجهيز والنقل بحضور أعضاء المكتب التنفيذي. وقد تضمن هذا الملف الذي هو ضمن وثائق المؤتمر التي سلمت لكم مطالب عامة، مطالب فئوية، مطالب قطاعية. ورغم إهداء الوزارة لنيتها في الاستجابة لملفنا المطلبي وإثنائها عليه، إلا أننا نسجل تماطلا واضحا في استمرارية الحوار حول النقط المدرجة في الملف المطلبي. وأغتنم الفرصة لتهنئة جميع الإخوة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين على الانضباط خلال كل مراحل الإضرابات التي شاركت فيها الجامعة، خصوصا إضراب 18 أكتوبر 2012 الذي أعلنته الجامعة في قطاع التجهيز والنقل. أخواتي إخواني، إن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة أبدا، حيث يستلزم علينا جميعا التعبئة الشاملة والعمل في إطار مقال مسؤول وملتزم، وهذا لن يتأتى إلا بمكتب تنفيذي مشكل من أعضاء يلتزمون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومستعدين لرفع كل التحديات التي ستفرضها المرحلة المقبلة في مواجهة تعنت وانفراد الوزارة في اتخاذ القرارات. والسلام عليكم. الإخوان ديروا شي شوية ديال المناقشة إلا كانت وخاصين نديروا هذا الاجتماع ما يخص اولا المشاكل ديال المؤسسات الاجتماعيه. كما لا يخفى عليكم
أولا فيما يخص عملية الحج. الرجوع على النقطة لأنها مهمة، وبأن المبلغ أصبح منحصر ب 20,000 درهم عوض 25. وقصات عدة فئات، فلا يخفى عليكم أن إنسان في السلم 8 أو 9 شحال كيتقدم. كذلك من المشاريع فيما يخص المشاريع السكنية، أنها قد تقتني أراضي بأثمنة بسيطة بحث وتباع بأثمنة مرتفعة، كنلقاو أن المنعشين العقاريين الجن ديالهم كيبيعوا شقق بثمن أقل من هذه المشاريع اللي كتقوم بها المساهمات الاجتماعية. النقطة الثالثة فيما يخص التكوين المستمر، كانت من قبل الوزارة كتهتم بهذا التكوين وكترسل مهندسين وتقنيين للخارج باش كيطوروا هذه المهارات ديالهم في المجال التقني. والسلام عليكم. مع الاخ حسن نظيف، ماشي باش كندعمو، ماشي باش غادي نبدلو ولا هو كاتب وطني محلي ديال واحد الفئه مسروقه، هي فئه المساعدين التقنيين المساعدين. هذه صعيبه عليه بزاف باش يتحملها بوحدو، وانا اللي كنساعد كنستيكا في الشراط وكنطلبوا باش يكون كنهز لنا هذه الكلمه ونوصلها للمسؤولين جميع الوزارات وجميع ماشي على الاتحاد العام هنايا ولا على المجلس. هذه كيفاش تمرات لهذه الفئه المسروقه اللي هي ضعيفه وزادت تسحقت واحد الظاهر ما عرفناش كي جا، ان ديك اللي غادي يطلع من السلم السادس الى السلم الثاني اللي دوز 2010 طلع السلم الثاني اللي جا غادي يدوز 2011 مستوى السلم 11. هذه انا ما كنحملش بها حتى شي واحد، احنا كندعموا الاخ حسن، هذه راه مسؤوليه صعيبه عليه، الله يخليكم تعاونوا معاه. والاخ كيف الشرط انا كنحمل هذه المسؤوليه ديال هذا الناس، الله يخليك توصلها، راه ماشي غير وزاره الجهاز اللي خاف. انا كنت كنقول له كنبقى معنا السي حمد وبقى معنا السي زيد الله يخليك وزاره الفلاحه وزاره الطب، هادو كلهم ناس راهم فيهم الفئه ديال الوظيفه العموميه. راه كيفاش وصلت لهذه الحاله؟ كيفاش ان انسان كيعمل باش يوصل لشي الناس وشي هذا ستاسيونات شي البيت وتحيدت له ديك الدرجه، واش حنا زيد القدام ولا غاديين؟ وكاينه واحد الطبقه عاوتاني عندنا خدامين فيها بحكم انني كندير الحساب، راه واحد المهزله دوك الناس اللي خدامين معنا غير رسميين. هادوك الناس وصلوا عندنا الناس اللي وصلوا 60 عام هذا العام ما عندوش مسكين شنو غادي يدير، ولا كيقلبيه بانه كيخدم معايا كنخلصو كيخدم 13 شهور عنده 66 يوم وعلاش كيتخلص على 44 يوم، وكنكون مجبره نجيب واحد من برا ونكتب له. واش هذا ماشي ظلم؟ هو يخلي 66 واحد براني ما خدام حتى نهار يدي، شكون اللي مصدر القانون؟ نقول انا كنديرو كنكذب على راسي، راه ما بغيتش ندير. شكرا. ملي بغى يحيد لنا القضيه ديال الحج قلنا له احنا ما غاديش ندخل في ايديولوجيا، ما ندخلش في الايديولوجيا الحزبيه في العمل المقامي، هذه مكتسبات ولن نتراجع عنها ابدا، ولن يتراجع عنها الاتحاد العام، لان بلغنا حتى القياده. كنظن هذه بالنسبه لمجال التكوين، فالاخ الحنصلي كيطلب باش يدخل يعطي واحد اجوبه او توضيح فيما يخص التكوين، لان انا اؤمن بالتكوين والاتحاد العام هما مدرسه ديال التكوين. الاخوان راه عندنا مدرسه ديال التكوين وافتخر بها، افتخر ان الاتحاد العام يعطي الدورات التكوينيه لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد الجهوي، تشارك فيها نقابات دوليه. الاخ الحنصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. واقع اعتذر لطلب الكلمة، ولكن لما تعرف في التجمع ديالكم مين في التكوين لابد من نوضحوا بعض الأمورات. خاصنا نفهموا بأن عملية التكوين كاينة كتنقسم على جوج ديال الأشياء. الجانب الأول التكوين داخل القطاع، وهذا الاتحاد العام مسؤول عليه بواسطة الجامعة،
لأن الجامعة ستبحث مع الإدارة أنه هل هناك غلاف مالي يخصص للتكوين، وهنا كيهم فقط الأجراء ديال القطاع ديال التجهيز. وكاين الجزء الثاني ديال التكوين اللي كتقوم به الاتحاد العام مركزيا. ما يمكن لي الا ناكد لكم على ان في 4 سنوات الاخيره عمليه التكوين عرفت واحد النوع من المشاركه قويه. هذا الالحاح من السيد الكتيب العام، الا باقيين كتذكروا بعض فيكم شارك في المؤتمر الوطني، المؤتمر العام ديال 2009، اعطاء كل الاهتمام للتكوين. وكثير منكم هنا اللي شاركوا في دورات تكوينيه اللي قمنا بها في مختلف المناطق، منها المناطق اللي كان كيصعب الولوج اليها. وبالفعل كيشاركوا ماشي فقط رجال التجهيز، بل قطاعات كثيره. يمكن كيشارك عضو او جوج ديال القطاع، ولكن ما يمكنناش نغطيو فقط الحاجيات التجهيز. فدورات الصمع هذا تعاون، باش تفهموا بان الدورات التكوينيه اللي كنقوموا بها كلها بالتعاون مع تنظيمات دوليه كتعطي كل الامكانات الماديه والمعنويه للاتحاد العام باش كنقوموا بدورات. حاول استطعنا خلال هذه 4 سنوات الاخيره يتكون ما يفوق 5000 مناضل كينتمي للاتحاد العام الشغالي. هذه اشياء اللي ما كناش كنسجلوها في السابق. حنا مستمرين في العمل ديالنا، كل سنه عندنا دورات تكوينيه تقريبا من 12 دورات تكوينيه الى 20 على حسب اتفاق اللي كنتوصلوا مع المنظمات الدوليه. ما كيمكنش نبقاو نكونوا دائما في نفس المنطقه، حنا كنتجولوا في مختلف المناطق، ومنها المناطق الحكومه اللي كانت فقط فيها مكتب محلي ماشي ما كتنتمي لا الجامعه ولا المكتب الوطني، كنزوروها كنمشي كنتواصل معها. وهذه داخله في اطار التواصل اللي كيلحوا عليه. فقط بغيت نشير بهذا التوضيح، فشكرا مجددا. شكرا. السيمه ديال بولمان 100 كيلومتر راه مرجوعه عندي. شنو هو المشكل؟ انك كتقوي اجتماع مع المدير، كتخرج من الطابق كتطلب المطالب ديالك كلها كتبدا. في هذه الحاله الا ما تلباوش كاين مكتب وطني نرسلوا فاكسيو نقولوا ها المحضر اللي درناه شنو هاد الباش شنو. اما اذا كنا اخوان ناعسين في المكاتب، راه ماشي المكتب انه يجي ينعس ولا خصنا حتى تكون ديبلاس مع النظر هضروا، او حتى يكون الفيضانات البريم ديال الفيضانات او الدينيجمون عاد النظر هضروا. لا، خص المكتب دائما يكون حي ودائما يكون واجد. وراه كتعرفوا بولمان فين جات، وهي القوه هما ديال الاخوان، هو المكتب والحاشيه اللي تكون تابعه. وراه المديرين كانوا معنا، يعني من اقصح المديرين. اسي مستقيم سمعونا وتوصل الشراط الله يرحم الوالدين. غير اسمعني اسمع. المهم لا قريب غير نقول لكم راه كانوا معنا مديرين قاسيين، والله الا طوعناهم. امنوا بالله على العظيم، والله الا طوعناهم، والله الا كيمشيو. لانك اشكر، شوف راه الشكر اللي جبتيه راه اول نقابه يمكن ماشي انا فيها وكنشكرها، راه النقابه الوحيده في عهد الحكومه ما خلات ما دارت الاخوان. وهذا اللي كنشكركم وشكرا.